السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. انتوا وحشتوني كتير. بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات لظروف كده دعواتكم ليا، وان شاء الله يعني اقدر ان انا انزل لكم كل يوم فيديو بإذن الله ووصفات تعجبكم ان شاء الله. النهاردة زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض الجمال هنعمل مع بعض الحجازية الاسكندراني على طريقتي، بطريقة المحلات، طريقة تشرفك قدام ضيوفك او لبيتك للفطار والعشاء. والصراحة يعني المقادير مظبوطة وتحفة جدا. تعالوا مع بعض نشوفوا المقادير ايه. بس قبل ما نبتدي في المقادير اوعي تنسي تحطي اللايك. دلوقتي بقى معايا المقادير بتاعتي 3 كوبايات الا ربع دقيق سميد، ومعايا كوبايتين الا ربع دقيق ابيض عليهم رشة الملح، ومعايا كوباية يعني نصها زيت نصها سمنة، بس هي مش مليانة على اخرها، يعني المج العادي بتاعنا لحد اخر الايد بتاعته. ومعايا كوباية مية دافية اقدر ان انا استحملها بايديا، ومعايا نص معلقة بيكنج باودر، ومعايا معلقة كبيرة خميرة، وثلاث معالق سكر عادي بتاع الشاي، ما يعني مش سكر باودر ولا حاجة. اول حاجة هعملها ان انا هعمل الخميرة بتاعتي عشان تتفاعل وتخمر معايا. حطيت بقى الخميرة على السكر على المية الدافية وهقلبهم كويس جدا مع بعض عشان تبدأ ان هي تتفاعل معايا لحد ما انا اكمل بقية المكونات. دي اول حاجة بعملها، وبخليها بقى على جنب وبغطيها كده بطبق عشان ترفع معايا وتخمر وتساعدني ان هي على الخمر بسرعة. كمان لما بتعملي الحركة دي وكمان بتختبري الخميرة، لو انت مش واثقة من الخميرة بتاعتك بتختبريها بالطريقة دي. دلوقتي بقى معايا المواد الجافة اللي هي الدقيق الابيض والدقيق السميد. الدقيق السميد ده اللي هو العادي من عند العطار السايب، يعني مش الكيس. تمام. جبت بقى البولة اللي هعجن فيها، هنزل بقى بكوبايتين الا ربع ال- الدقيق الابيض عليهم رشة الملح، وكمان بالثلاث كوبايات الا ربع من الدقيق السميد. وعلى فكرة المقادير دي مجرباها اكتر من، يعني اكتر من 10 مرات، ولا اكتر من، يعني دي المقادير بتاعتي الثابتة. اي مقادير تانية بتطلع الحجازية مش مظبوطة شوية، بتبقى مش يعني، مش هقولك بتبقى وحشة، بس مش بتطلع بنفس النتيجة اللي انا طلعتها واللي انتوا شفتوها معايا في اول الفيديو. بعد ما قلبتهم كويس جدا مع بعض، المواد الجافة مع بعض، البيكنج باودر والدقيق الابيض والدقيق السميد ورشة الملح، قلبتهم كويس. نزلت عليهم بالكوباية بتاعة الزيت والسمنة، اللي هو خليط ما بين الزيت والسمنة مع بعض. بابتدي بقى اقلبهم كده بالمعلقة. عايزة ادخل الزيت او يعني المادة الدهنية، اغلف الدقيق بيها كلها. اغلف الدقيق كله بيها، فاهمين؟ دلوقتي بقى هشيل المعلقة وهبتدي ان انا اعمله بايديا. زي يعني انا مش ببسه، لا انا بدخل بس المادة الدهنية في الدقيق. عايزاه كله يبقى لونه اصفر كده زي ما انتوا شايفين، مش عايزة يبقى فيه اي دقيق لونه ابيض فيه خالص. زي ما انتوا شايفين كده بقى كله زي الرمل، شبه معجن في بعضه كده، بس هو مش معجن، هو بيتفرول كده. اول ما بدوس كده وبعمله يعني ما بين ايديا، ب... بجمدها كده، بتتجمد معايا وبتتفك معايا بكل سهولة. شايفين بقى الخميرة بتاعتي خمرت ازاي وفارت كمان على الرخامة زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى جه وقتها ان انا هضيفها على الخليط اللي انا عملته سمنة بالدقيق ده. زي ما انتوا شايفين كده انا اتأكدت ان الخميرة بتاعتي جميلة وناجحة، وهتنجح لي كمان العجينة اللي انا هعملها بيها. نزلت بقى بكوباية المية على خليط الدقيق بالسمنة. بصوا ما يغركوش ان هي سايله كده والميه فيها، لا كل ده هيتشرب دلوقتي. ودي مقادير مظبوطه جدا، لو انت مشيتي على المقادير دي هتطلعي احلى صينيه حجازيه يعني بجد جميله جدا واحسن من بتاعه المحلات. اقسم بالله الافران والحاجات دي بيبيعوها غاليه جدا، فانت اعمليها في البيت. لا جميله. بصوا انا عجنتها بالميه. هي اقتصادية اساسا. انت عايزة تحطي لبن، الصراحة ما جربتهاش، بس هي بالمية بتتعمل. بصوا زي ما انتوا شايفين، يعني انا ما عجنتش عجن، لا انا كنت بعملها كده ايه، زي ما اكون بقطعها وبلمها في بعض، او ان انتوا تعجنوها.
لان زي ما انتم شايفين اهم حاجه تديني عجينه طريه ما بتشققش، وكمان لما قطعتها ما عملتش عرق. ده اهم حاجه. سبتها بقى مع بقى على جنب كده ترتاح مع نفسها قبل ما احضر الحشوه بتاعتها. اول حاجه في الحشوه معايا كوبايه وعليها معلقه كبيره من دقيق السميد، وده زي ما انتم شايفين دي بقى يعني حركه بتاعتي انا بعملها. بحط يعني نوعين، بحط القرفة معاها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الأسباني. إن في يعني أكتر الناس بيحطوا قرفة بس. حطيت بقى كوباية سكر على الدقيق السميد، وكمان ضفت عليهم نص كوباية كمان، يعني كوباية ونص سكر على كوباية ومعلقة كبيرة من الدقيق السميد. وطبعا المقادير كلها هتبقى موجودة في صندوق الوصف. دلوقتي نزلت بمعلقتين قرفة كبار. بصوا هو في فرق ما بين الالوان زي ما انتم شايفين، وانا اوريكم كده. بصوا شايفين اهو القرفه فاتحه والكاكاو الخام الاسباني غامق اهو. اكيد واضح قدامكم في الفيديو. بقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، والمزيج ده بيطلع لي طعم جامد جدا. الناس اللي هي بتبقى طعم القرفه جامد قوي في الحجازيه، لا، الكاكاو بيديني اللون اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت ما بيخليش يعني يخليني احط قرفه كتير. تبقى طعم القرفه جامد قوي كده، ولا يعني حلو، بيديني ريحه القرفه الحلوه اللي بتبقى في البيت دي، وبالذات في الشتاء بتبقى تحفه. وكمان بيديها طعم حلو. جربوها والله مش هتندموا على ضمانتي. بقلب بقى كده، حطيت حوالي يعني ربع كوباية مية زي ما انتوا شايفين، لحد ما بقى لونها كده ما بقاش فيها اللون فاتح خالص، كلها بقت لون غامق. المية بقى مية عادية من الحنفية، مفيش اي حاجة. قلبتها كويس جدا مع بعض زي ما انتوا شايفين، وحطيتها بقى على جنب. دلوقتي العجينة بتاعتي ارتاحت، ما سبتهاش تخمر، يعني هي يا دوبك كده ربع ساعة او 10 دقايق عقبال ما انا حضرت بقية الحشوة بتاعتها. دلوقتي بقى العجينة قسمتها نصين بالتساوي، يعني ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة، او مثلا ودي وزنها اكتر من دي، فاهميني؟ قسمتهم كده. هبتدي بقى اجيب صينيه، دي مقاس 30 صينيه بيتزا او بسبوسه. عايزين تعملوها في صاج كبير او صاج مربع، طبعا براحتكم خالص. انا عاملاها دلوقتي في صينيه البسبوسه، بيبقى الحرف بتاعها صغير، وتنفع عادي يعني في اي صينيه ألمونيوم بتاع الطقم العادي المدوره دي بتنفع، بس دي بتبقى احسن. بصوا بقى ببتدي ان انا افردها عادي، اكني بفرد اي عجينه للبيتزا ولا اي حاجه. فردتها كده بقت متساويه بايديا من غير اي نشابه، من غير اي حاجه. دلوقتي بقى بنزل بالحشوه بتاعتي اللي عملناها مع بعض، او الحشوه الاسكندراني بيقولوا عليها كده. عايزه تضيفي هنا بقى سوداني او اي مكسرات، مفيش اي مشكله. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، ان الحاجة زي الاسكندراني دي ما بتتزقيش عسل، عشان في ناس بتزقيها عسل، لا هي دي ما بتزقاش، هي دي كده تحفة مع نفسها وطرية ومرملة كده، تحفة زي بتاعت المحلات والله واحسن. دلوقتي بقى هعمل الطبقة الأخيرة للحجازية. في ناس يعني كتير منها بيبوظ شكلها لما بتيجي ان هي تحط العجينة الأخيرة دي على الحشوة. فانا هقول لكم على طريقة النهاردة حلوة جدا، والفكرة دي هي يعني طريقة ماما، هي اللي قايله لي عليها. هي طريقة سهلة جدا الصراحة، والصراحة ريحتني كتير. انتي بتجيبي اي مشمع او كيس تقطعيه على مقاس الصينيه اللي هتستخدميها للحجازيه، اذا كانت بقى صينيه او صاج، ايا كان الطريقه ايه، سوري، الحاجه ايه اللي انت هتستعمليها. بتجيبي العجينه بتاعتك اللي انت هتفرديها عليها، وتفرديها على الكيس زي ما انتوا شايفين انا عملت كده. فردتها على الكيس او المشمع، وبجيب بقى الصينيه. بس اهم حاجه في الموضوع ان انت تقطعي المشمع او الكيس على مقاس الصينيه اللي انت هتستخدميها. دلوقتي بقى بقلب كده على ايديا العجينه من تحت والكيس من فوق، وببتدي ان انا افردها على الصينيه بتاعتي بكل سهوله، ولا اتقطعت مني ولا الشكل بتاعها باظ ولا اي حاجه خالص. ببتدي بقى اشيل، ما شاء الله شايفين شلت الكيس. بصوا متساويه جدا، ما اتقطعتش مني ولا اي حاجه خالص، لاني
الحركة دي الصراحة بتبقى رخمة جدًا مع ناس كتير، وأنا في الأول الصراحة كانت بتتقطّع منّي، بس لمّا يعني مامي قالت لي على الحركة دي، فبقيت باعملها، والصراحة ربنا يخلّيها لي يعني، وريحتني كتير وبقت بتنجح معايا، الشكل بيطلع متساوي جدًا، فدعوة حلوة لماما بقى. بُصّوا بقى باقول لكم إن هي تمام جدًا، الكيس ده بقى ما ترميهوش، أنا باغسله وباخلّيه، لإني طبعًا يعني أنا الحجازية كل ما باعملها في نفس الصينية، فباخلّيه بقى باشيله في المطبخ، ده بقى مخصص للحجازية، كل ما باجي أعملها باروح جاية مطلّعاه وعاملة الوش بتاعها بيه. دلوقتي بقى يعني بندّوا كده للوش اللي من فوق ده الخطوط اللي بتبقى عند الراجل، وبنجيب الحجازية بتبقى عليها الخطوط دي، بتتعمل بالشوكة سهلة جدًا، زي ما أنتم شايفين أنا عملتها خطّطتها كده من فوق بالشوكة، سِبتها تخمر حوالي نُص ساعة أو أقل لو أنتِ حاطاها في مكان دافي. أول ما بتخمر بالشكل ده وتعلى لفوق، هي ما بتعلاش ياما، باكون مشغّلة الفرن بقى على درجة حرارة 180 ومسخّناه، قعدت يعني بالضبط نُص ساعة بالضبط، ولقيتها اتحمّرت كده من فوق حاجة بسيطة، وكمان تعرفي إزاي إن هي اتحمّرت من تحت، أول ما الحروف بتاعتها تبدأ إن هي تفُك من جدار الصينية، وكمان يعني لقيت اللون بتاعها فاتح شوية، فتحت عليها الشواية يا دوبك دقيقتين 3 عطتني اللون التحفة ده. طبعًا أنا وريتها لكم في الأول أول ما خرّجتها وسِبتها تبرد، يعني حوالي ساعتين، ما ينفعش خالص الحجازية تقطّعيها وهي باردة، وكمان ساعتين قليل عليها، لو تقدري تسيبيها لتاني يوم تبقى طبعًا تحفة جدًا ومش هتطلع معاكِ مفرولة ولا أي حاجة. بُصّوا بعد ما قطّعتها بقى باورّيها لكم، جميلة جدًا ما شاء الله مستوية وهي ما بتعلاش أكتر من كده على فكرة، يعني هي أصلًا ده علوها. متماسكة يعني بُصّوا مش مفرولة اللي هي بايظة لأ، آآ عاملة زي إيه، بتدوب كده، بتدوب بالضبط. شايفين متناسقة إزاي ومتحمّرة من تحت ومن فوق، وأنا هاورّيها لكم دلوقتي كمان تاني يوم عاملة إزاي. بُصّوا بقى باورّيها لكم يعني الفرولة دي اللي هي مش عجينة، مش عاملة زي العيش، هي دي الحجازية الأصلية بتاعة المحلات، وبتاعة المحلات النضيفة كمان، مش بتاعة المخابز أي كلام وكده. فالصراحة يعني جرّبوها مش هتندموا مع الشاي بلبن أو نسكافيه أو شاي سادة تحفة. بُصّوا باورّيكم إزاي هي دايبة وتحفة الصراحة. هاورّيكم دلوقتي تاني يوم، يعني ده كده تاني يوم ليها، بُصّوا اتماسكت أكتر، بُصّوا لونها من تحت أنا ما وريتهولكمش في الأول، لونها من تحت جامد جدًا، لونه دهبي كده زيّها زي وشّها، بُصّوا الحشوة كمان اتماسكت أكتر، الصراحة ما فيهاش غلطة، المقادير مضبوطة جدًا، باورّيكم إن هي مش بتتفرفت بسهولة لو سِبتيها لتاني يوم أو سِبتيها وقت أطول بعد ما اتخبزت قبل ما تقطّعيها. بُصّوا بقى وهي بتتقطّع ولا فرولت ولا وقعت ولا أي حاجة خالص، بس هي دايبة وجميلة وطعمها ما شاء الله عجبتنا جدًا، ودي طريقتي فيها أتمنى إن هي تعجبكم. دلوقتي بقى هاورّيها لكم بعد ما رصيتها في الطبق زي ما وريتها لكم في أول الفيديو، أتمنى بقى إن أنا الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم وما أكونش طوّلت عليكم، وإن شاء الله ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرّة بتشوفوني، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، وأقول لكم مع السلامة، باي باي.